مرحلة جديدة من الحرب العالمية الثالثة. جاهز تسمع؟ مشغولين احنا في حرب أمريكا وإيران واللي إسرائيل بتعمله في المنطقة، وما خدناش بالنا خالص من اللعب اللي بيحصل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الحروب النهاردة مش صواريخ وبس، ولا حروب مباشرة. الحروب بقت تضرب مصالح خصمك في أي مكان. تعال بقى أقول لك الحكاية. النيجر ومالي وبوركينا فاسو مشهورين بالذهب واليورانيوم، وكانت فرنسا وبريطانيا اللي متحكمين في الموارد دي لحد سنة 2024، لما الدول دي جيوشها استولت على الحكم وطردت الفرنسيين والبريطانيين وأمموا المناجم دي. وده كان بدعم مين بقى؟ قوات فاجنر الروسية، اللي اتغير اسمها بعد كده بيه الفيلق الإفريقي. وبكده روسيا ضربت أوروبا في مقتل، وخسرتهم اليورانيوم والذهب اللي كانوا بياخدوه شبه ببلاش. الروس بقى قرروا يشتغلوا بالمقايضة مع الدول دي، يعني يحموا الدول دي في مقابل امتيازات للشركات الروسية في مناجم الذهب واليورانيوم، لحد ما حصل حاجة خطيرة جدا غيرت كل ده. فجأة النفوذ الروسي تعرض لاهتزاز بعد ما دمجوا قوات فاجنر في الجيش الروسي، وتراجع الدعم الروسي بسبب حرب أوكرانيا. في نفس الوقت النيجر ومالي وبوركينا فاسو كانوا بيواجهوا خطر تنظيم القاعدة، اللي أصلا موجودين في الدول دي في الجزء الحدودي المشترك زي ما انت شايف في الخريطة. بس المشكلة مش في القاعدة بس، دي كمان في جماعة اسمها الطوارق، ودول قبائل عاوزين ينفصلوا في الجزء الحدودي المشترك ما بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الجماعات دي بقى عاوزة تسيطر على مناجم الذهب واليورانيوم اللي هناك، اللي كان بتسيطر عليها مين؟ فرنسا وبريطانيا، وحاليا روسيا. وفي وسط الهيصة دي راحت جماعة الطوارق والقاعدة اتحالفوا مع بعض وشنوا هجوم على مالي واجتاحوها، وكمان قتلوا وزير الدفاع المالي. الجيش المالي سيطر تاني، ولحد دلوقتي تقريبا الوضع هادي. الهجوم اللي بيحصل ده هتلاقيه مش صدفة أبدا، يعني حتى لو افترضنا إن فرنسا وبريطانيا غلابة وملهمش بعلاقة باللي بيحصل، المتضرر هم الروس. ولو ده صح، يبقى اللي بيحصل في الساحل الإفريقي مش تمرد، دي حرب استنزاف دولية. يعني باختصار الذهب واليورانيوم الإفريقي بقى جبهة حرب بين روسيا وأوروبا. ولو جمعت الأجزاء دي بقى مع بعض علشان تشوف الصورة الكبيرة، هتلاقي أمريكا ماشية تطرد الصين من كل الموانئ، بنما وملقا، وآخرها حرب إيران اللي نتيجته لصالح أمريكا، لأن المرور من هرمز وباب المندب بقى له تمن، وخلوا شركات التأمين ترفع أسعارها لتأمين السفن اللي بتعدي من هناك من $4000 ل $14000، وده حسب آخر التقارير الصحفية. وفي نفس الوقت الصراع بين روسيا وأوروبا امتد من أوكرانيا لدهب إفريقيا واليورانيوم الإفريقي. وزي ما انت شفت اللعب شغال هناك على كبير قوي، ده غير إسرائيل اللي قافشة في العرب، وأمريكا اللي بتضرب مصالح الصين في تايوان. وفي النص الجماعات والميليشيات عاملين حروب بالوكالة، وزي ما انت شايف محدش سايب حد في حاله. وكل ده علشان العالم بيتغير، المصالح ما تصالحتش، وادينا مستنيين الماتشات دي تخلص على ايه. الحروب دلوقتي ممكن تبدأ في ميناء او منجم او شركة تأمين، مش شرط تشوف دول بتحتل دول تانية. بس السؤال مش مين هيكسب، السؤال مين هيبقى موجود اصلا بعد اعادة توزيع العالم. مش قلت لك تتابعني علشان اقول لك اللي بيحصل حواليك ببساطة؟